اللهم اجعل هذا الصباح صباح خير، لا يضيق لنا فيه صدر ولا يخيب لنا فيه أمر، واجعل لنا بكل خطوة توفيق وتيسير وأجر. بسم الله نبدأ يومنا. اللهم قدر لنا الخير فيما قسمته لنا وبارك لنا فيه. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير، يا رب يرزقكم جميعا سعادة الدارين. جينا للشتاء وليالي الشتاء، وما يحلاش الشتاء إلا في نص الليل، كوباية الشاي بتاعتنا بلبن وجنب منها البسكوت بتاعنا الحلو أو قطعة كيكة، أي حاجة موجوع ما بيحلاش إلا وسط الليل. هنعمل إيه النهاردة؟ إن شاء الله وصفتنا سهلة وحلوة جدا. عندي هنا الكوكيز، سهل جدا وبسيط، طريقة حلوة جدا والطعم ولا أروع. نبتدي بقى نسمي الله ونصلي على الحبيب. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله. بس لحظة قبل ما تبتدوا ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب، ونبتدي بقى نقول المقادير بتاعتنا اللي مفيش أسهل منها. عندي كوباية من الزبدة، كوباية من السكر البني، ما عندناش سكر بني يبقى هناخد كوباية من السكر الأبيض وعليها 2 معلقة عسل أسود. عندي 2 بيضة، معلقة بيكنج باودر، كوباية شوكليت شيبس، كوباية زبيب، معلقة خل، فانيليا وبيكنج باودر، وكمان 4 كوبايات من الدقيق. أول حاجة هنعمل هسمي الله، هقول بسم الله الرحمن الرحيم. وهعمل ايه؟ هاخد نص مقدار السكر وهضيف عليه معلقتين من العسل الأسود. أي نوع عسل عندك ممكن تقدري تضيفيه، وممكن تجيبي الكوباية كلها وتضيفي عليها عسل. هيبقى على فكرة نكهة العسل هيبقى حلو جدا وجميل، لان احنا مش عندنا سكر بني. طبعا مش هوقف الوصفة كلها علشان مفيش سكر بني، لا عندي عسل اسود. وحتى لو مفيش عسل اسود تقدري تستغني عن السكر البني خالص وتبتدي تعملي الوصفة بتاعتك عادي. هبتدي اقلب المكونات مع بعضها، العسل مع السكر. وده بقى السكر البني بتاعنا، ولو كان انضاف عليه حبة عسل زيادة كان هيبقى احلى واحلى. هنا بقى حطيت نص كوباية السكر البني على نص كوباية السكر الأبيض على كوباية من الزبدة، وهبتدي أقلبهم كلهم مع بعض. نصيحة بقى عشان تعملي مخبوزات أو معجنات أو بسكوت حلو جدا، لازم البيض والزبدة يبقوا بدرجة حرارة الغرفة. ابتدي أقلبهم كويس جدا مع بعض وامزج المكونات كلها مع بعض، وبعدين هنشوف الخطوة الجاية. طبعا المكونات امتزجت مع بعض، هبتدي بقى أنزل بالبيض بيضة بيضة لحد ما تختفي أول بيضة. هحط البيضة التانية، بس أهم حاجة نكون واثقين من البيض، مش واثقة من البيض اللي عندك ابتدي حطي اكسري بيضة بيضة في طبق لوحدها علشان ما تبوظيش المكونات اللي عندك كلها. أول حاجة بقى صلي معايا كده على الحبيب. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. وادي البيضة التانية ضفناها، وهضيف كمان الفانيليا. وزي ما انتوا شايفين كده المكونات كلها امتزجت مع بعض. هبتدي انزل بمعلقة من كيك شيف او البيكنج باودر، وبرضو هضيف معلقة صغيرة من الخل. تقلبوا كويس جدا مع بعض، وهنزل برضو الفانيليا. مفيش فانيليا باودر يبقى الفانيليا السايلة، مفيش اي مشاكل. برضو هنقلبهم مع بعض، وبعدين هحط ذرة من الملح، ذرة بسيطة جدا من الملح اللي هو ايه، سنة، فضلا وليس امرا. طبعا وانت قاعده بتتفرجي على الفيديو معاكي كوبايه الشاي بتاعتك دي، انزلي بقى تحت الفيديو اعملي لايك وتعليقك الحلو الجميل، ودوسي اشتراك واعملي مشاركه للفيديو بتاعك لو عجبك، ووزعيه على اهلك وصحابك وحبايبك. وان شاء الله في وصفات كتير حلوه الفتره الجايه. هبتدي انزل بالدقيق كوبايه كوبايه لحد لما تلاقي الخليط بيلزق حاجه بسيطه جدا، وبعدين هقول لكم هنعمل ايه. في المرحلة دي أنا ضفت بس 3 كوبايات ونص من الدقيق، وبعدين قلت خلاص كفاية كده على المعلقة. هبتدي أقلب بقى بإيديا علشان أشرب المقادير كلها من بعض. وبعدين أنا مش بعجن، لا أنا بلم العجينة وبنزل بالدقيق بالتدريج. ما ينفعش تحطي الدقيق كله مرة واحدة علشان أنواع الدقيق مختلفة. وطبعا زي ما انتوا شايفين أنا هقسم العجينة دي كلها لجزئين، لان انا هعمل جزء بالشوكولاته وجزء بالفانيليا. الجزء بقى اللي بالفانيليا هزود عليه الدقيق لان هو طبعا كان بيلزق معايا، وهسيب العجينه تلم وتتشرب من الدقيق اللي هي محتاجاه. كده العجينه بقت ممتازه معايا جدا. هبتدي انزل بالجزء اللي هو الابيض، احط عليه شوكليت شيبس وهقلبه كويس جدا. بصوا العجينه قوامها حلو جدا ازاي، وبتلم معايا ومش بتلزق ومظبوطه جدا القوام ده.
طبعا زي ما قلت لكم انا قسمت العجينه لجزئين، وهرجع اقسم الجزئين دول لجزئين تاني. هعمل جزء بالشوكليت شيبس وجزء بالزبيب، والجزء التاني اللي هو هيبقى بالشوكولاته هحط برضو عليه شوكليت شيبس وهضيف ليه الزبيب. هنا بقى انا جبت الجزء التاني من العجينه اللي هي لسه بتلزق، وضفت ليها بقى الكاكاو. ليه بقى احنا بننقص الدقيق؟ لان الكاكاو بينشف العجينه بتاعتنا. هبتدي نقلبه كويس جدا مع بعض، وبعدين هقسم العجينه دي لجزئين، وهضيف برضو جزء شوكولات شيبس والجزء التاني زبيب. كده انا قسمت العجين بتاعتي لشوكليت شيبس وزبيب. هجيب صينيه فيها ورق زبده، وهبتدي اكور العجينه معايا. هاخدهم كلهم يعني مثلا بمعلقه يكونوا كلهم سمك واحد، يا اما مثلا هعملهم كور نفس الحجم. طبعا المعلقه عذبتني، فجبت بقى ايه ستريتش ولفته عليها، وابتديت بقى بالشكل ده اعمل العجينه، وابتدي انزلها كده من معلقه، فاخدت معايا اسهل. وبعدين كمان عايزه اقول لكم على حاجه علشان طريقه التسويه معاكي تطلع مضمونه وناجحه. بتكوري بالشكل ده، وتحطي جزء فانيليا وجزء شوكولاته. ليه؟ علشان تضمني التسويه. انا بعد ما عملت بالمعلقه بصراحه قمت مكوراهم، رجعت تاني شايلاهم ومكوراهم وعملتهم بالشكل ده، علشان في هدف انا في دماغي عايزه اعمله، علشان ان شاء الله مش هخليها تستوي كور كده، لا بشكل كامل. بصوا انا دخلتها الفرن، قعدت يا دوبك 5 دقايق او اقل شويه، وبعدين طلعتها ونزلت دوست عليها بالمعلقه. بصوا زي ما انتم شايفين، بمعلقه باي حاجه مفروده كده عندك علشان تاخد شكل الكوكيز. يعني ما بتاخدش سوا كامل، انتي بتاخدي بتلاحظي ان هي خلاص كده الوش ابتدى دخل في السوا، تبتدي تخرجيها وتضغطي عليها علشان تاخد شكل التشقيق دوت، تبقى عجينه مشققه، بيبقى شكلها حلو. ولو مش عايزه كده ممكن بقى تعملي ايه، تعمليها على شكل كور، ويكون عندك شوكليت شيبس بره زياده في طبق، وتحطي بقى تمسكي الكوره تضغطيها في الشوكليت شيبس، هتتفرد معاكي شويه، وبعدين تحطيها في الصينيه بتاعتك، وتبقى كلها شوكليت كده من فوق زي اللي بتجيبها من الفرن بالظبط. بعد ما ضغطت عليها كده هسيبها ادخلها الفرن تاني. بعد ما ضغطت عليها كده بالمعلقه هبتدي ادخلها الفرن تاني تكمل سواها، لان هي لسه ما استوتش. انا محتاجه الشكل بتاعها يكون كده غير مستوي، شكل عشوائي. وبعد ما استوت ده الشكل بتاعها النهائي. اتمنى يكون فيديو اليوم عجبكم ونال اعجابكم. ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب. مش عايزه اقول لكم طعمها حلو جدا ازاي، مع قهوه مع شاي بلبن او النسكافيه، بتبقى حلوه جدا وجميله. اتمنى تجربوا الطريقه دي، هتعجبكم كتير جدا. انا عايزه الفيديو بتاعي بقى التعليقات بتاعتكم الجميله، واتمنى من الله ان انتوا تكونوا بتستفيدوا ولو 1% من المحتوى اللي انا بقدمه. يعني انا بقدم حاجات بالامانه كلها انا مجربوها وبتكون حلوه وجميله، علشان كده انا بحب اقدمها لكم فضلا وليس امرا. محتاجه دعوه منكم حلوه جميله، ادعوها لي. ولكم بالمثل. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.